هاد الفيديو كان عليا نحطه في شعبان. ودخل عليها رمضان، على ديك خليته في المونتاج. حتى لهاد المره قلت نحطها لكم. هذا الهيليون اولا السقوم، كنت حطيت الوصفه تاع لاصوب بالسقوم. تنحط لكم الفيديو في اسفل هذا الفيديو. وهذا السلق، هذه الكميه تاع السلق والسقوم كانت عطاتو لي سلفتي. كنت رحنا الوهران ورحنا عندها، فطرنا عندها وعطاتني هذه الكميه تاع السلق. كتعرفني انا كنحماق على السلق وكنحماق على السقوم. السقوم كان قليل بحق السلق، راه موجود بالبزاف. على ديك قلت نشارك معكم هاد الوصفه نتاع السلق في لي بوليت تاع السلق في الطاجين مع الزيتون. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ راكم بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير خوتي خواتاتي حباباتي. فيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. حبيت نشاركها معكم. شوفوا هاد المريقه كتجي عاقده بزاف. كيجي لذيذ بزاف. انا من عشاق السلق. وكل وحده كيفاه كدير له، كل واحد وطريقته. هاد المره درتو في الطاجين تاع الطين، جا لذيذ. درتو غير مع الزيتون، مرات كندير مع الحمص. ان شاء الله الفيديو تاع النهار اليوم يعجبكم. يلا نبداو بسم الله. هنا البنات، هنا السلق راني فورتو مزيان حتى اللي فار، وعصرته من الماء تاعو. لازم يتعصر من الماء، ما يبقاش فيه قطره تاع الماء. عصرته في الكسكاس كما كتشوفوا راهو ناشف. غادي نضيف عليه هذه الكميه تاع الدجاج، ما غنديرهاش كامله. عندي هنا كميه تاع الدجاج، كفته مطحونه. ديروا الكفته الا عندكم الكفته تاع الغنمي اولا تاع لاداند. انا هنا عندي تاع الدجاج، غادي نضيفها. انا غادي ندير دولمه اولا كويرات كما كل واحد كيفاه كيسميها. غادي نزيد شويه تاع الدجاج تاع الكفته. هذا صدر تاع الدجاج وطحنته. غادي نزيد عليه 3 مغارف كبار تاع لا شابلوغ اللي هو الخبز المطحون. هنا عندي حبه تاع بيض. ونضيف هنا 3 تاع الفرماجات، اي فرماج عندكم، الجبن اولا المهم فرماج. انا غادي نضيف، انا غادا الجبن المثلث هذا عندي هذا الفرماج. نضيف 3 حبات. نضيفوا شويه تاع الملح على حسب الذوق تاعكم. نضيفوا هنا الفلفله الحمراء اللي هي التحميره. انا غنبدا نضيف التوابل. نضيف هنا شويه تاع الثوم المطحون، ثوم غبره. وعندي هنا كركم. وعندي هنا شويه تاع الكمون، كاين اللي كيقولوا لها الكمون، انا كنقول الكمون. وغادي نضيف شويه تاع البزار اللي هو الحرور. نضيف هنا القزبر والمعدنوس عندي مطحونين. وعندي هنا الثوم حبات غادي نضيفهم. نعرفوا السلق كيبغي الثومه. هنا غادي نخلط البنات هادشي كلشي. هنا من الاحسن نخلطو بيدينا باش يتعجن لي كل السلق مع الكفته تاع الدجاج والتوابل اللي درتهم. هنا نخلطو بيدينا كما راكم تشوفوا. هنا البنات هذا وجدته الصباح وغادي نغطيه ونحطه في الثلاجه حتى العشيه. هذا درتو للعشاء. هنا عندي البنات العشيه جبت الطاجين تاعي من بعد اللي حمات لي الزيت. غادي نضيف هنا عندي حبه بصله صغيره مغابيه مع شويه تاع الثومه، حبيبات تاع الثومه. نخليها تتقلى مزيان، تحمر مزيان.
وهنا من بعد اللي تشحرت لي البصله مزيان مع الثومه غادي نضيف حبه ولا زوج حبات طماطم مطيشه مغابيه. انا كنحرك كنخلط على نار متوسطه، من الطاجين ما كيبغيش النار عاليه. غادي نضيف مغرف هنايا صغيره تاع الطماطم المعجونه، هنا نبدا نضيف التوابل. عندي هنا شويه تاع الملحه، عندي شويه تاع الحرور اللي هو البزار اولا الفلفل الاسود، كاين بعض الدول اولا المناطق كيسموه الفلفل الاسود. عندي هنا الكركم اللي هو الخرقوم البلدي، نفس التوابل اللي حطيتها في المعقوده اولا كويرات السلق. عندي هنا شويه سكنجبير، نجيبو هنا معلقه صغيره تاع الفلفله الحمراء اللي هي التحميره، نخلطوا هاد الشرموله نخلطوها مزيان. نزيدها قياس فنجان تاع ما. هنا نغطي الطاجين ونخليه حتى اللي تغلى لي الشرموله وطيب لي مطيشه شويه، لاصوص طيب لي شويه، ونبدا نضيف في لي بوليت تاع السلق. هنا تاني الا تبغي تقليهم في الزيت عن بعد تضيفيهم في لاصوص في المرقه اولا تضيفيهم هكاك. وصفه سهله وكتجي بنينه بزاف. جربوها ان شاء الله، تجربوها وتردوا عليا. انا الا عندك الحمص، كاين اللي كتبغي بالحمص يكون طايب ضيفيه مع الكويرات. من تحطيهم تعمري كاع الطاجين عاد بعد ضيفي الحمص، غير هو يكون طايب. وهنا من بعد اللي كملت غادي نضيف الزيتون، حبيبه تاع الزيتون. هذا الزيتون انا عندي هنا خدمته في الدار، ونغطي عليه ونخليه حتى اللي كيطيب. البنات، نتمنى الفيديو يعجبكم، وديروا لايك كومونتير وشاركوا القناه مع حباباتكم وصحاباتكم، وما تنسونيش من دوك التعاليق الزوينه نتاعكم. ربي يزين ايامكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. وهاي لكم الطاجين بعد اللي وجد وبعد اللي طاب كيجي رائع ولذيذ بزاف.